في فتره من الفترات يمكن انا عملت دي، الكيبورد بتاعتي كان اللابتوب انجلش كل الكيبورد وعليه ستيكرز اللي هي الحروف العربي. ففي فتره عشان كنت ساعات بستخدم اللابتوب في الشاتنج او كنت بضيع وقت فبكتب بالعربي، فرحت شايله كل الستيكرز دي وسبت اللابتوب انجلش بس عشان ابقى مجبره ان انا استخدمه في الشغل بس، ان وانس ان انا بقيت في السيتنج بتاع الشغل فانا بشتغل بس مش بعمل اي حاجه تانية. فهي الفكره حاجه مشابهه، حد عايز يتعلم اللغه وتيجي تبص على الموبايل بتاعه تلاقيه لسه بالعربي، او حد عايز يتعلم اللغه وبيدور على كل حاجه بالعربي. دور على الحاجه اللي انت بتحب تعملها وابدا اتفرج عليها او اتعلمها من مصادر انجلش او مصادر اللغه اللي انت عايز تتعلمها. ده هيسهل. حتى لو يعني مثلا ممكن ابقى انا بتفرج على حد بيعمل اكله او بيعمل مثلا كرافت معينه عايز اعمل زيها، بتفرج على الفيديو ده بالانجلش. طب مش عارفه ادور بالانجلش، عادي ادور بالعربي اقول كذا بالانجلش يعني ايه، لما تطلع لي ابدا ادور بيها على يوتيوب او ايا كان السورس اللي انا بستخدمه وابدا اتعلم اكتر عن الحاجه اللي انا بحبها بس بلغه تانية. لو بحب اتفرج على افلام ما اتفرج عليها انجلش بلاش عربي. يعني في فتره كده كنت انا بقول حد يقول لي في مسلسل كذا حلو قوي عربي، انا بتكلم عربي اوريدي